أكبر عيب هيقابلنا في تصميم السلالم لما تكون السلم خارجي على الواجهة هو إن بسطة نص الدور بترد معايا تاني على الواجهة، وبالتالي ارتفاع البوابة بيكون صغير، وبيلجأ بعض الناس لأنهم يكسروا بعد صب الخرسانة، طبعا لأن ارتفاع البوابة غير ملائم وغير مناسب لواجهة البيت. طيب في المثال بتاعنا احنا عملنا قطاع لسلم خارجي على الواجهة باعتبار إن منسوب الشارع هناخده منسوب صفر، ولازم أعمل ارتفاع لمنسوب المدخل يعني تقريبا في حدود 60 سنتي عشان عوامل التعرية، فمنسوب المدخل أصبح عندي منسوب موجب 60. منسوب الدور الأرضي هنا في المثال بتاعنا أنا زودنا الارتفاع ب7 درجات، بداية من منسوب المدخل لمنسوب الدور الأرضي 7 درجات بارتفاع القايم 16 سنتي، أصبح عندي إن منسوب الدور الأرضي 1.72 سنتي. عشان اطلع من منسوب الدور الارضي لمنسوب بسطة نص الدور ويكون عندي كليرنس او الصافي بتاع البوابة بتاعة المدخل اكبر ما يكون، 7 درجات مع 10 درجات تانيين عشان يوصلوني لمنسوب بسطة نص الدور هيديني صافي ارتفاع بعد احتساب سماكة البلاطة بتاعة السلم واللي هي 20 سنتي، يتبقى معايا صافي 2 متر 52. خلي بالك لان لسه عندي 10 سنتي تشطيب في الارضية، هيبقى صافي البوابة تقريبا 2 متر 42 سنتي. الحالة ديت ده ابسط حل ان احنا بنزود بيه ارتفاع البوابة. طب لو احنا ما عملناش حسابنا وعملنا هنا 3 او 4 درجات بس، هلاقي ارتفاع البوابة الصافي اقل من 2 متر. نخلي بالنا عشان بيحصل بعد كده تكسير يا جماعة، لازم الارتفاع يتحسب كويس بقطاع زي اللي احنا عاملينه ده، نعرف منسوب المدخل فين، منسوب الشارع فين، منسوب الدور الأرضي، وبالتالي منسوب بسطة نص الدور، لأن منسوب بسطة نص الدور في السلم الخارجي اللي موجود على الواجهة هو اللي بيحدد لي ارتفاع البوابة الصافي.